كارثه كبيره بيقع فيها اغلب الاخصائيين واغلب اولياء الامور، وهي ان اغلبنا بيشتغل غلط بالمجموعات الضمنيه. مش هنقول غلط، لكن في طريقه افضل نشتغل بيها بالمجموعات الضمنيه. قبل ما نبدا في شرح المشكله، ايه هي اصلا المجموعات الضمنيه؟ العرف اللي سايد بين الاخصائيين واولياء الامور ان المجموعات الضمنيه دي هي مجموعه الفواكه والخضروات والملابس ووسائل المواصلات والادوات والوظائف والمهن الى اخره، اللي هي من الاخر تتلخص معانا في الكروت او المجسمات دي اللي بنقول عليها المجموعات الضمنيه. الكارثه هنا بقى ايه؟ ان اغلبنا بيشتغل بالمجموعات الضمنيه على اساس اللي هي الفواكه والخضروات والملابس، بمعنى يجيب الاول مجموعه الملابس ويشتغل على مجموعه الملابس، خلص الملابس والطفل حفظها سواء كانت كروت او مجسمات او فيديوهات او حاجات بوريها له في الحقيقه. خلص الملابس اديله الفواكه، خلص الفواكه اديله الخضروات. في ناس ثانيه تقول لك لا انا هبدا بايه؟ باجزاء الجسم او اعضاء الجسم الاول لانها بسيطه، بعد كده ابدا بالفواكه، بعد كده بالخضروات، بعد كده بوسائل المواصلات الى اخره. كل ده غلط. ليه؟ لانك بتبدا في المجموعات الضمنيه فيها كلمات كبيره، كلمات معقده، كلمات صعبه وكلمات سهله. انا لما بشتغل بوسائل المواصلات مره واحده بديله السهل على الصعب، اما اشتغل باعضاء جسم الانسان مره واحده بديله السهل على الصعب، اما اشتغل بالفواكه والخضروات مره واحده بديله السهل على الصعب. لكن ده غلط. الصح ايه؟ ان انا اقسم المجموعات الضمنيه دي لمقاطع. يعني اقسم المجموعات الضمنيه كلمات من مقطع واحد. خلص الطفل كلمات من مقطع واحد ادربه على كلمات من مقطعين. خلص كلمات من مقطعين ادربه على كلمات من 3 مقاطع. خلص كلمات من 3 مقاطع ادربه على كلمات من 4 مقاطع. ليه؟ لان اغلب الناس لما بتدرب فواكه وخضروات ووسائل المواصلات الطفل بيبقى عنده مشاكل كتير في نطق الحرف، بيبقى عنده اضطرابات نطق وكلام كتير. لكن انا لو قسمتها مقاطع زي مثلا كلمات من مقطع واحد، يعني زي ايه؟ عين، تين، فيل، دب، دش الى اخره، حوالي مثلا 30 40 كلمه من مقطع واحد. خلاص عرف كلمات من مقطع واحد، ابدا ادربه على كلمه من مقطعين. بط، طه، وز، زه، فرخه الى اخره، 50 60 كلمه من مقطعين. بعد كده ادربه على كلمات من 3 من 4 مقاطع: مو، تو، سك، تي، لي، فز، يوم الى اخره. يبقى انا لو دربت الطفل على عربيه في الاول خالص، على موتوسيكل في الاول خالص، هتلاقي الطفل مش قادر ينطقها وعنده مشاكل في النطق والكلام. لكن لو قسمتها لمقاطع الدنيا هتمشي مع الطفل كويس، وبكده هبقى انا ضمنت ان الطفل هينطق الكلمه بسهوله ومن الاسهل للاصعب وبطريقه مرتبه ومقننه. طيب تاني خطا بنقع فيه واحنا بندرب الطفل بالمجموعات الضمنيه، اغلب الاخصائيين بيدرب الطفل باللغه العربيه الفصحى، يعني يمسك كارت البق وما يقولش بق، يقول فم. ده غلط. انا المفروض اقول ايه؟ بق مش فم. امسك كارت الودن او امسك ودن الطفل قدام المرايه او اشاور على ودنه بيقول للطفل ايه؟ اذن. ده غلط. المفروض اقول له ودن مش اذن. تمام؟ ونفس النظام هنتبعه بقى مع باقي سن اللغه. اما تيجي تدرب الطفل، هتدرب الطفل على جمله من كلمتين باللهجه العاميه، مش هدربه باللغه العربيه الفصحى. اما تيجي تدرب الطفل على الافعال، قول ياكل مش ياكل، واللي يشرب مش يشرب الى اخره. نفس القصه لما تيجي تدرب الطفل على الاسماء، على الافعال، على الصفات، على الجمل، على الضمائر، على زمن الفعل، على المذكر والمؤنث، على المفرد والجمع، بتدرب على ايه؟ على اللهجه العاميه. نفس النظام برضو في باقي سلم اللغه. هتدرب الطفل على كلمه بالعاميه، هتدرب الطفل على جمله من كلمتين بالعاميه، هتدرب الطفل على جمله من 3 كلمات فيها الضمائر وفيها الصفات وفيها الاسماء وفيها الافعال باللهجه العاميه. هتدرب الطفل على الوصف، هتدرب الطفل على حكايه قصه باللهجه العاميه، هتدرب الطفل على المواد الخام، هتدرب الطفل على المعكوسات، على الاماكن، على الوظائف، على الاشكال الهندسيه، على الالوان، على السخافات، على المعكوسات، على العلاقات. كل ده باللهجه العاميه. ليه بشتغل كل سلم اللغه اللي قلناه باللهجه العاميه؟ عشان الطفل ما يبقاش عرضه للتنمر. ما هو الطفل لما يخرج في الشارع، يخرج للسوبر ماركت، يخرج في المدرسه، في الروضه، ويتكلم باللهجه العربيه الفصحى او باللغه العربيه الفصحى، هيبقى عرضه للتنمر. لازم الطفل يتكلم اللهجه بتاعت البيئه اللي هو عايش فيها، وعشان الطفل يتاهل في اسرع وقت. سلام.